سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. يتساءل كثير من الأشخاص حول كيفية صناعة بعض الأشياء أو كيف تبدو من الداخل، بل هناك أشخاص يتجاوزون التفكير ويحاولون اكتشاف ماهية الأشياء بأيديهم، إذ يقومون بفتحها للتعرف على ما بداخلها. من منا لا يعرف شخصا هوايته فك الأدوات لتصليحها، حتى لو في كثير من الأحيان ساهم بتخريبها أكثر. في حال راودك الفضول، إليك 5 أشياء لا تعرف كيف هي من الداخل. في المرتبة الخامسة، المسدس. حتى لو كنت من أولئك الذين يحبون تحطيم وفتح الأشياء ليعرفوا ماهيتها، قد لا يحالفك الحظ لفتح المسدس، لكن في الحقيقة وعلى عكس ما هو متوقع لن تجد الكثير داخله سوى تجويفات السبطانة وحجيرة الإطلاق ونابضا للزناد، جهاز بتركيبة بسيطة لكن خطورته عالية. في المرتبة الرابعة، كرة البيسبول. المبدأ الرئيس في لعبة البيسبول هو ضرب الكرة إلى أبعد مسافة ممكنة، لذا يمكنك أن تتخيل أن هذه الكرة التي تستقبل ضربات قوية لتنطلق لمسافات بسرعة قد تصل إلى أكثر من 120 كيلومترا في الساعة يجب أن تصنع من مواد متينة. فإذا فتحنا كرة بيسبول أصلية سنجدها مؤلفة من كرة مطاط صغيرة ملفوفة بكرة مطاط أكبر منها مسماة بالنواة، ثم ملفوف حولها خيوط من الصوف لتصبح الكرة أكثر مرونة، ومن ثم الجزء الخارجي المرئي للعيان مؤلف من جلود وخيوط. في المرتبة الثالثة، قفل الأبواب. قد يكون من الأشياء التي لم تسترع فضولك، لكنها مركبة بشكل دقيق. فالأقفال تتكون من مجموعة من الأوتاد تصطف بشكل منتظم بترتيب يناسب المفتاح، بحيث كل وتد يقابل أخدودا من أخاديد المفتاح ليضمن فتح القفل. من الجدير بالذكر أن هذا الاختراع ولد في القرن ال19 بإلهام من قفل مصري فرعوني اخترع قبل أكثر من 4000 سنة. في المرتبة الثانية، خلية النحل. يسارع أغلب الأشخاص بالهروب من خلية النحل إذا وجدوا بقربها، لكن هناك من يخاطر ويسعى لفتحها ومعرفة ما بداخلها، ليجد أنها مؤلفة من آلاف الحجيرات السداسية التي تجعل من هذه الخلية مشابهة لمجتمع صغير مؤلف من غرف تضع بها النحلات بيوضها وتربي صغارها حتى نضوجها واعتمادها على النفس، لتساهم بزيادة حجم الخلية أكثر وأكثر. في المرتبة الأولى، عش النمل. تشتهر النملة بالصبر والانتظام في العمل والمثابرة لتحقيق أهدافها، هذا ما نلاحظه في حياتها خارج عشها. لكن هل تساءلت يوما عما يحدث داخل الأرض؟ في يومنا هذا من السهل معرفة حقيقة حياة النمل بفضل تقنية صب سكائب الألمنيوم، حيث تسكب كمية من الألومنيوم المذاب داخل عش النمل ليتغلغل داخل الحجيرات مشكلا مجسما متكاملا رائعا يصور كيف قام النمل بهندسة منزله بدقة وحرفية. جدير بالذكر أن هذه التقنية يجب أن تمارس في العش الفارغ من النمل لكي لا نضره. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.